انت. مين؟ انا؟ ايه انت؟ انت مو سمعان؟ اتفضل شرفوه. ايوه سمعان، ثانية واحدة. اشتغل يعني انت وهو، شدوا حد شوية. نعم يا فندم. جنابه الرئيس تبع الشغيله. ايوه انا الملاحظ الفني بتاع المصلحة كلها، انا الكوماندر. ايه كوماندر تبع الكناسين ما هيك؟ ايوه ايه؟ تبع الكناسين. انا قلت لك تبع عنصرية؟ ما ان يا سيدي حتى بيبان على وجه حضرتك يمكن نستغرب بنت العريق مكتوب عليه مشاتي. وانا ممكن استغرب مكتوب على وش حضرتك بالبنط العريض صراماتي. ايش ايه؟ صراماتي؟ بدك تخش معي عارف يا ازعر؟ ازعر؟ ايه ازعر؟ من لسانك بقول لك والا شو بدك تعطيني دروس اخلاقيه؟ بلا؟ ايه بلا؟ بلا في جبت حضرتك. بلا في جبت حضرتي؟ حلوة يا اكسلانس. حلم ازاي بس؟ الناس تتكلم بذوق، الالفاظ تكون بالميزان. يا اكسلانس لازم تكون حقيقي شوية. روق دمك كبار. حرك علي يا اكسلانس. خلاص يا فندم رد. شايف الاخلاق، شايف الاحساس، مش ارفع على الرجاله وكلام فاضي من ده. اخف عليك اخف. خلاص يا اكسلانس. العفو يا فندم العفو. اصله كان عايز يقول لك لان الشكيله بتوعك دول بيزيدوا كتير قوي وهم بيزربطوا، وطبعا انت بتغني في وسطهم وصوتك يعني وحش. عارف يا فندم ان صوته وحش، الحق محدش يزعل منه، انما يقول لي ازعق وبلا وكلام فاضي من ده. اخص عليك اخص. لاحظ برضه يا فندم ان انا بغني للطوب والزلط. فكرك كده يجيبوا مين يغني يعني؟ عبد الوهاب مثلا. ظريف ظريف يا اكسلانس. العفو يا فندم العفو. طيب انا عايز ادي لك حاجه كده علشان ما تغنيش وانت بتشتغل. حاجه؟ ايه ده يا فندم؟ جنيه بحاله؟ قد كده صوتي مؤذي؟ ايه ميزي؟ شايف الاخلاق، شايف الاحساس، انما تلبخ لابوك بقى، فاهمني؟ دي بدي لسانك حصانك، ان صنته صارك وان هنته بلاش دي. جميل يا سيدنا الفندم. ايوه انا هاخده وامشي. اتفضل. يا سلام، جنيه عشان ما اغنيش؟ ده في مطربين قاعدين على القهوه مش لاقيين اللي يقدرهم بريال في اليوم. يلا نهايته هون وفاكهه. لا مؤاخذه يا فندم انا اسف، عاده وهبطلها. السلام عليكم. اما حتة راجل هديكم صحيح. يخرب بيته انه لسان مثل الفرينه ما بتلحق تعطيك كلمه حطها يعطيك 100. هلا شفت النظريه تبع يادي يا حضره المليونير؟ لما كانت النقديه ما كنت تقدر تسكت تمها القعيدي. بالنقديه الانسان بيتحصل على كل شيء. جاهز الا شيء واحد بس يا شطوف. ايه هو؟ بدي اشوفه، بدي اعرفه. الحب يا شطوف. الحب. العمى اي ارخص بضاعه بالسوق. لا ما هو لكل الحب ولكل الستات يا اكسلانس. ايه كل الستات كل الفتيات حتى ايش تكون حوريه. الا مخلوقه واحده بس يا شطوف. مين هي؟ بدي اعرفها. شفتها مره وانا داخل جنينه الحيوانات واقفه مع التلاميذ بتوعها بتدي لهم درس في الاسعافات الاوليه. ايه معلمه. اي واول لما بقت لوحدها انتهزت الفرصه ورحت زاكل عليها قلت لها يا ابو بسيط لقد ايش؟ قلت لها ايش؟ قلت لها لقد قلت اكلمها باللغه العربيه عشان تحترمني. ايه منيح وبعدين؟ اقول لك لقد تكوني جميله، لقد تكوني ظريفه، لقد تكوني لميسه بتبص لي ورا وثابت من غير ما تعبرك. ايه لقد طنشتك. بتخمنك فيه، بتظنك شي العروض من الأضعيف اللي خلاها الله. سالت عنها واحده من زميلاتها قالوا لي اسمها قمر. هي قمر. فهمها قديش تقول انت لتعرف ان سرميتك بتساوي 2000 مثل بيها. حصل استنيتها وهي خارجه ورحت داخل عليها. لا يا معلمي استنى يا شطوف. قلت لها يا بنت بسيط لقد يبدو البحث لكن وكيل ان انا شاب غني جدا ومحترم جدا. يا خالد انا امبراطور الصابون. قامت بصيت لي ورا وقالت لي ايه ده ابوك ما تشتغل فيه. انا سعيدك. حية الفكهية عظيمة. ايه وبعد شي
الذمة. ايوه في دي معاك حق. هلا تتعطف وتتكرم وتحرمنا من نغمات الصوت الشقي. ايوه بس السمع تحكم. اقول لك انا احلها لك، اتفضل الجنيه بتاعك اهو. دلوقتي انا حر اغني ما اغنيش، انا على كيفي، اللي دفعتوه خدتوه يا ورد يا حضرة الملاحظ. ما لكنش يا فندم، الضرب ده عندي شيء مصدق زي الاكل والشرب تمام. ايه بفطر مالك واتغدى طعميه واتعشى بتنجان وانا اغنيش كمان؟ اسمع يا اكسلنس، انا ليا معاك حكايه كده، انا بدل ما تكسفنيش وانت تفضل تقعد معايا. مع حضرتك ما عنديش مانع. ثواني اشتغل يا عم انت وهو، هقعد مع شويه بخوات كده وارجع لكم تاني. انت بتعمل ايه انت وهو؟ الله يخرب بيتك. ايش بدك من شان تجيب حد قاعد يجلس هون؟ ده راجل انتيكا، ده هو ده اللي هينسينا حكايه صاحبتنا اياه. اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ اتفضل هون، قاعد على الكرسي، هيدا كرسي. متشكر. يا راجل فندم يا صلاة البيت. شاي يا راجل كرسي. شاي مين يا بيه؟ ما قال لك يا سعاده البيت؟ ايه مفيش تمييز؟ يلا يا جرسون. انا ليا معاك حكايه كده، يا ريت تتعرف لها. اسمك ايه يا اكسلنس؟ افلاطون يا فندم. افلاطون. اسم جميل جدا. ويا ترى بقالك كتير بتشتغل في الحجر والزلط؟ لا والله بقالي 10 شهور بالظبط. 10 شهور؟ وقبل كده امال كنت بتشتغل في ايه؟ في جنينه الحيوانات. انا اصلي كنت العسكري على قفص القرود. قرود؟ واو. وقبل القرود كنت بتشتغل ايه؟ في قصر الشعب. اكوافير يعني. ايوه بس كوافير لا مؤاخذه كان حمير. مالناش نصيب فيه. اكوافير الحمير؟ ايوه يا فندم. هم الحمير دول ايه؟ مش ليهم شعر؟ ولما شعرهم يطول زي البيت كده مش محتاج قص. ده ايه الوظائف المحترمه دي يا اكسلنس؟ النصيب يا فندم لغايه ما وقعنا في التفاصيل. اشغال شقه يا فندم والله. شاي يا بيه. متشكر. ايه؟ هيدي معنى ايه؟ لكن تقلب بيها من شان السكر يسير، الفضل سيء وانت قاعد على الكرسي. مالوش لزوم يا فندم، مالوش لزوم. سيجاره؟ متشكر. ايه؟ هيدي سجارة ماكيني تبع الفابريكياني مهلف، وهيدي قداحي ولاعي شعليني الفضل شعلي شكله منفذ وانت قاعد على الكرسي. مالوش لزوم يا فندم، مالوش لزوم. ويا ترى بتاخد طريقه كويسه على كده؟ والله يا فندم مش بطاله، هي مش كبيره قوي بس مش صغيره قوي. 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه في الشهر؟ ايوه يا فندم. امال يعني ما تاخذنيش في السؤال، يعني حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في امريكا. في امريكا؟ ايه بتشتغل في الصين؟ لا، في الصناعه، وتحديدا صناعه الصابون. بيسموني هناك امبراطور الصابون. يا سلام، الصابون ليه امبراطور؟ كل حاجه هناك ليها امبراطور، الخشب، الصلب، السكر، الصابون، كله. يا سلام. ويقدر ثروتي هناك بحوالي 80 مليون دولار. 80 مليون دولار؟ دول يعملوا كام 5 جنيه دول؟ الا ال 5 جنيه تعمل كام دولار يعني؟ 5 جنيه يعني حوالي 25 دولار. يا نهار ابيض، 25 دولار؟ طيب ودي تيجي كده يا سعاده البيت نقعد نتكلم مع بعض عادي كده يا بيت؟ فيها ايه؟ احنا مش بني ادمين زي بعض ولا ايه؟ يا سلام على الانسانيه. الله ينكد عليك يا بتاع افندي، وينكد عليك انت كمان يا سيدنا الافندي. مين اللي فعل فندم؟ مفتش المصلحه يا فندم، كل نهيته اول على الاخر ما تطلعش يجي 30 دولار في الشهر، ومع ذلك ما اقدرش اكلمه غير لما اضرب له تعظيم سلام وازرر الجاكيته واتقدم خطوه واتاخر خطوه، وفي النهايه يرد عليا من طراطيف صوابعه. تصور حضرتك انت بتف انت واحد البلد. يا نهار اسود، الامبراطور الافريقي وصل. هم فين؟ راح فين؟ انا لازم انكد على ابوه. انت فين يا ملاحظ الزفت؟ بس اشوف بس خليته على خليته العكره دي.
المفتش. انا اللي عصمته على واحد شاي، وانا ولا حضرتك ما تمسكنيش وانت تفضل تشرب معايا حاجه. يا رجل يا رجل فاهم يا سعاده البيت؟ اشرب حاجه؟ عايز تشربني حاجه؟ لا انا اشرب حاجه؟ اعوذ بالله، عايز تشربني رشوه؟ انا اشرب رشوه؟ واحد بيقول لي بس يكون سخن يا رجل. ايه؟ اعوذ بالله، ده شيء رد كله الى فركشه النظام في الشغل. انا راجل بتاع قوانين، انا راجل ما يعرفش ابويا في الشغل. سامحني يا حضرة المفتش، اتفضل وانا حضرة المفتش. اتفضل فين؟ يا حبيبي كرسي. كرسي اسمه كرسي. هاتي كرسي، اتفضل، ريح الناطة، فشفشها. ايه ده؟ هيدي شنطفلي. منيح. اتفضل يا حضرة المفتش، اتفضل. على اذنك بقى يا حضرة المفتش اشق على اخبار الشغل. افتكرت يا حضرة الملاحظ، وقبل ما كانش فيه انفار. انا قلت لك يا ست المفتش. تصدق يا حضرة 15 سنة في الحكومة يا حضرة ما ولدش عليا مستقبل قلبك ولا عيا ولا اسفل من كده. هو بس يا حضرة المفتش، هو بس على اذنك، سلام عليكم. انا يا فضول لازم يفضل يا ست المفتش. خلوا يقعد يعني. أيوة. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا حضرة الملاحظ البلد، اتفضل. ادينا بنعرفك بالناس الاكابر ابوك. انا عاوز انتهز الفرصه دي واوصي على اخينا ده تخلي بالك منه وتخليه دايما مرتاح. وانتهز الفرصه دي واقدم لك السوفينير البسيط ده. شطف. ايه دي؟ ورقة معاينة؟ ده دي ورقه $50. 50 دولار. دول $50، كل دولار بريال. الدولار الواحد بريال. ايوه يا حضرة المفتش. يعني دي تطلع ب50 ريال. مظبوط يا حضرة المفتش. انا دي اخدها بمناسبة ايه يعني؟ ابدا ولا حاجه، دي حاجه بسيطه. سيجاره. قوي قوي. هيدي الناحية شعلي. انا كنت بدلك الكلام كده ليه يا حضرة الملاحظ؟ ايه؟ شعلي، شد ومجني. وانت قاعد على الكرسي. ارجو بقى اذا تاخد بالك من صاحبنا ده وتخليه دايما مستريح. مستريح. تصدق يا حضرة 15 سنة في الحكومة يا حضرة ما ولدش عليا مستخدم اجمل ولا احلى ولا انضف من كده. عيش لحضرة المفتش. تمام دي صح بقى، ما نعطلكش. من عينيا الاثنين. اتفضل يا سيدي فضول، استنى ما اطلب لك الكرسي. كرسي، كرسي. كرسي. انا اروح اشق على الانفار، اشتغلوا ما اشتغلوا ان شاء الله مع اللي تلاعب بره. هو كان تلاعب ابونا. سلام عليكم. فكرك مش هيشيلها لي، ده راجل قلبه اسود زي الحبر. $50 اللي خدهم دول هيسكتوه 50 دقيقة بس. خلاص انا كل ما ابص في وشك وادقق في الملامح بتاعتك اتاكد ان انت راجل سليم جدا. والله برضه يا فندم مراتي بتقول لي كده. انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل. تفتكر واحد زي حالاتك لو معاه فلوس يبقى سعيد؟ لا، يبقى زعلان. هي دي عايزه سؤال يا فندم؟ لاقيني انت بس على الفلوس. اخ يا نار من الفلوس. اديني ال $80 مليون بتوعك دول وشوف اما كنت احلى منك ومن ابوك ولا لا. واكد لك يا اكسلانس ان انت غلطان وان الفلوس بدل ما بتجيب السعاده بتجيب الهموم، بترفض صاحبها. ده عشان صاحبها لبخه. طب اسمع، ايه رايك نلعب لعبه او نجرب؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. انا هحط كل الفلوس اللي انت عايزها تحت تصرفك واتفرج عليك اشوفك هتصرفها ازاي. موافق. اديني انت كده بس حسبة 70-80 جنيه. لا يا راجل، 70-80 جنيه تجربه زي دي لازم هتديها مبلغ مناسب. يعني 2000 جنيه في اليوم، يعني 60,000 جنيه في الشهر. انا كده بقى فهمت. انا ما عنديش وقت اضيعه مع حضرتك. على اذنك، سلام عليكم. اسمع هنا، انا جوه على الدهب، وجوه على الدهب لما يقول كلمه ما يطلعش فيها ابدا. وانت السكرتير بتاعي قيمه الكلمه اللي تطلع جوه على الدهب. العمى اكبر، هيدا جوهرة الذهب. فهما علي جوهرة الذهب اللي يحط جتتك بكفة الميزان ويسويك في الكفة الثانية من الذهب. ليش؟ لأن هيدا جوهرة الذهب. فهما علي. ايوه فهمان بس 60,000 جنيه ازاي بس يا عالم؟ ده انا ما اعرفش عنهم. او الاتفاق بالشكل ده يا بلاش. ومين
شيل، طول عمرك شيل. بس الشرط الاساسي في الموضوع انك تصرف المبلغ من اوله لاخره. طبعا دي حاجه سهله قوي، وهي اللي عايزه سؤال. انت مش فاهم انه وصل عطوفها يا اكسلانس. لوصه تضييع الفلوس دلوقتي بقى لوصه، في حد يقول كده برضه يا فندم؟ تمام سجل عندك العقد يا شطوف. ايوه سجل عندك يا شطفلي، سجل كل حاجه يا شطفلي. شوف العقد اللي بينا ده هيكون مدته سنه واحده بس. لو قدرت انك تصرف الفلوس انا هعمل لك معاش شهري 1000 جنيه عشان ما تنزلش على المستوى اللي هتكون اتعودت عليه. لكن لو ما قدرتش تصرف الفلوس انا هسحب منك كل اللي اديتهولك وارجعك تاني زي ما كنت على الحديد. يعني ايه؟ يعني نرجع كده من مولد بلا حمص؟ لا يبقى قابلني. اما نشوف فينا يقابل التاني يا اكسلانس. دي مشكله كبيره صدقني. مشكله؟ صرف الفلوس بقى مشكله؟ طب اما خربت بيتك؟ طب اما خليتك جوهر وصفيح؟ طب اما خليتك تروح امريكا ماشي على رجليك ما بقاش هذا؟ تمام؟ جاهز العقود يا شطوف. سيد أفلاطون انت ابتداء من بكره صاحب 2000 جنيه في اليوم. ده بانها هتلعب يا ولاد. يا حبيبي يا شطفلي، يا حبيبي يا شطفلي، يا حبيبي يكفي. يعني ده ابتداء من بكره، لكن من النهارده كده مفيش حاجه ناخدها للعيال واحنا ماشيين؟ أوي عشان طفل. شطفلي بعيد اتفضل. ايه ده؟ كل ده لي انا؟ السيدات والسادة رواد يتلو صاحب السعادة، انتهى المشهد الأول من الرواية الفكاهية الدنيا لما تضحك. وما استمتعوا بالمشهد الثاني. نعيد تاني. 2 في 2 ب4، 2 في 3 2 في 3 ب9، 2 في 4 16، 2 في 2 ب4، 2 في 3 ب9، 2 في 4 ب16، 2 في 2 ب4، 2 في 3 ب9. اخرجي بقى! هتجننوني هتشلوني. ارحمني يا رب. يلا انا بقى بقى مش هيتعشى بقى. بلاد يا مرسي مش صعب عليه، مش لما ابوك يبقى يجي. وانت يا ست دلال يا مرصوص الرقبه يا اللي مش فاهمه غير تلاقي كلام الحب والكلام الفارغ ده. يلا للرواية للفارس النغمار حمزة المهلوات اللي خد حبيبته ورد الشام وتربية بابا كحمود. مين يا اختي؟ طب خدي يا حبيبتي شرب ابوكي ده ورقعيه. ايه يا ده شبه الغربان. هو انا ابويا ده بيقلع الجد ويمشي في سكه حياتي؟ هو انا ابويا ده جنن؟ بنتي لما يبقى يلخبطك انت وابوك يا بعيد، في حد يا بنتي يلعب كده؟ هو انا قلت حاجه؟ خلاص رقعيه اللي هو رقعيه فلان اللي هو هتجنن قال. او النبي اتجنن وهيجنني معاه. الراجل هيتجنن هيفرسني هيشلني. صبرني يا رب. قوم يا واد افتح لخير. يا واد يا مرسي. انا يا ماما. امال انا يا امه ما تفتح يا ابني. ارحمني يا رب. خش يا خال. لا واقف يا فندم. الله يعافيك يا اخويا اتفضل. ازيك يا بنت؟
تجميله وانت شبه ابوك. لا يا اخويا ما يقصدش ما يقصدش، اصل بيديله يا اخويا في المدرسه كده اكثر حسبه يعني مش عارف يحلها من الصبح. ايوه حسبه مقربه معايا قوي غالي. مفيش حاجه صعبه على المخ ان دي ده مدرس. المعلومه ايه؟ وريني كده. ايه ده؟ ايه ده؟ اقعد استلحمها كويس وانت تجيب غير ابوك. ده تجميله وانت شبه ابوك. طب تصدق وتؤمن بالله الواحد مننا يخش العماره من دول 5 6 ادوار من شبابيك لبواب لترابزينات لسلالم. بس انا بقى اقعد افرج حسبتي اكون من صف التربيه عادي زي محسوبين ديت يواجه الامار. لا يطلع فيكم العماره والدماره عشان خاطر امك الخيبتين كتير. امال فين الامر الفل يا اخي؟ جوه يا اخويا بتلم هدومها. بتلم هدومها؟ يا نهار اسود. ايه كفر الشر؟ ابدا يا اخويا ابدا، اصل نقلوها في الشغل كده مستشفى في اسكندريه اكثر ايه؟ ايوه مستشفى المأساة. المأساة يعني ازاي؟ يا شيخ الخريجين سيبك شوف مستقبلك. يلاقي وانت ايه؟ يعلم مراتبك يا قمر يا بنت في النقش. اهدي واحده اللي فلحت في العيله دي. جرايه خال بتمصمصي شبايبك عليا يا مقصوبة الرقبة. يلا قومي جري يا بنتي سخني عشا عشان اختك تاكل مع ابوك قبل ما تسافر. حاضر ياما. ايوه اهو. قومي يا فله تعشوا ان شاء الله بتسمن. ده هي اللي تديها يا من مفروس منه افلاطون الزفت ده. بس لو ما كانش نسيبي واسمه برضه بزغشي كنت صفيت احمد عينيني. يا اخويا بعد الشر عليك. تعبت يا فله. الله يا اخويا مش جوزي ابو ولادي. بس وديني لما يرجع يكون منكدها على افوق. زي ايه زي مين؟ فله بنت يا فله كوسه بنت يا كوسه يا فله. يا حوسه يا ناس عارف. طب بالسلامه انت يا عم دلوقتي. انا عيني ما كانت بصحي. يا رب يا مراتي كنت افطر نون. ايه انت هتذبح؟ بقول لك يا فل انا همشي. لا يا اخويا ما يقصدش. استنى سيب الهنا استنى. اما حته خبر يا ولاد لو تسمعوه. خبر ايه يا اخويا؟ اما حته خبر يا مرسي. يا اخويا خبر ايه؟ اما حته خبر يا بنت يا دلال. بنت يا دلال ومسخني لابوك البتنجان عشان ياكل ويهدى. اقعدي يا بنت بلا بتنجان. انا اكل بتنجان يا فقراء يا غلابه يا بتوع 4 كوره. لا يا اخويا ما يصحش. اذبحلكش جوزين حمام، اذبحلكش وزه، اذبحلكش الخروف. اكتبيها لي يا مرسي. ايوه يابا. عادلا افلاطونا خبطت عليه ثروه 60,000 جنيه في الشهر. مش هساعد على الاخر. الله 60,000 جنيه. يا سلام على الكلام الموزون. كمل اللي بيزوتش. كتبت يا ولد. بس خدناش في المدرسه دي يابا. تكميله ما انتش فالح طالع لخالك. بس مش مهم انا هشتري لك مدرسه بفلوسي. الله شكلك رتبت المهنه والصنف كان عالي قوي. ليكوا حق ما تصدقوش. دي حكايه ولد الاحلام. اسمعي انت يا فله يا مراتي يا حبيبتي انا كنت. يا اخويا ابعد عني مش دلوقتي انا مش فايقاني. اسمعي انت هاني يا مرسي انا كنت. استنى ولما بحصل معايا حسبه مقربه قوي. اسمعي انت يا بنت يا جمال انا كنت. انا داخله اجيب لك البتنجان يابا. قالوا لي ما تلاقيش ميلاد المنطقه. ميلاد النيل وطار النيل. احسن وفار. اسمعوني يا ناس اسمعوني يا اعلم انا كنت انا ما كنتش. الكلام بتاع كل يوم ده احنا جايبين كويس. والله ما بتاع كل نوم. دي حكايه جديده باينه. اسمعيني يا فله يا مراتي يا حبيبتي انا كنت. ايوه انا عارفه انت كنت وامك ملكيزه وابوك لورد. بقول لك ايه ما تخش تنام شويه قلتوك كده. انا مين يا وليه؟ اسمعوني يا عالم اسمعوني يا ناس انا كنت. بس هي قمر بنت حبيبتي هي قمر بنت حبيبتي تسمعني وتفهمني. تعالي يا قمر. تعالي يا عمر تعالي يا ضنايا. ابوك لسه راجع من بره لانه مشخشع زي عوايد. ده والمره دي بقى ايه؟ الله اكبر بقى كل. لا المره دي بقى مش هحصل زي عوايد. المره دي بقى بتاعت حبيبتي. ليه كده بس يا بابا يا حبيبي؟ مش انا قايله لك تخلي بالك من صحتك. قمر يا حبيبتي انت قاعد واحده في البيت ده كله. اسمعيني. اسمها منه يا رب. دلوقتي هيجي يقول له بتبقى بتاع 1000 جنيه. 1000 جنيه يا مغفل. 60,000 جنيه. 60,000 جنيه. طب وفي كلام معقول هتجيب مبلغ زي ده منين؟ منين؟ لسه هقول منين؟ مدروم خلاص مدروم.
امبراطور الصابون. يا خرابي الراجل مخه سهله يا اخوات. الراجل يا مدام واعي مش كده. طيب يا بابا ربنا يخليك انت ال 60000 جنيه بتوعك بقى، وعن اذنك انا بقى اطلع القطر الاحسن حيكون. يا بنت عملت نقل مين وبتاع مين؟ مفيش سفر يا علي. يا بابا انت نسيت ولا ايه؟ احنا قاعدين على اسكندريه. كسر. هو عارف انا فيه. مسكين يا عيني. ما نسيتش يا زفت. قمر يا حبيبتي اسمعيني، انت قاعد لوحدك في البيت ده كله، ابعتي استقيلي من وزاره الصحه زي ابوكي ما استقال من مصلحه التنظيم. يا خرابتك يا لا استغلت يا اخويا، سبت الشغل يا عينيا وهنعمل دول منين؟ طب بلاش دول. ده يلا سيبيني في حالي يلا. ده هتودينا منين؟ حرام عليك يا مطلوب، وكمان عايز تخيل البنت زي الختاج اعمل فيك ايه؟ انت عايزه جوزك يشتغل في الطب والزلط وبنته تشتغل ممرضه للعيانين؟ عندك حق يا بابا، بس القطر هيتوفي معلش. يا بنت عمر قدر مين وبتاع مين؟ اسمعوني يا ناس، اسمعوني يا عالم. اشوف وشك بخير يا بابا. العواقب تاني. الله يخليك. خلي بالك على نفسك يا اختي، هتوحشني. خدي بالك على نفسك يا ضنايا. بقول لك ايه يا قمر، اوعي نفسك يا حبيبتي، اوعي حد يضحك عليكي يقول لك اتجوزك ده انا موظف وعندي معاه السهل. ما تخافيش من امك يا ضنايا. مع السلامه يا حبيبتي. كان كل بقى عيله في اي من امك لاختك لاخوكي لخالك. يا راجل ايه مختشي؟ يا ده بقى عشان تتاخرين. يلا يا خالد. طيب يا بابا دلوقتي ما الطفل يجي ويفهمكم على الحكايه كلها. فرح وحدك يا رب، مش هتبطل الجنين اللي انت فيه ده بقى، ضحكت الناس علينا. ما الطفل ده اللي انت هتبني يا حبيبي. شان طفلي يا ولاد، شان طفلي السكرتير الخاص لمعلمي ابو الاعمال الكبير جوهر ابو الدهر الملقب بامبراطور الصابون. الله اكبر، ظهر الحق ظهر الحق ظهر الحق. يفرضوا مين ده يفرضوا مين ده؟ ده اللي هيفهمكم على كل حاجه. اتفضل يا خواجه، قوم يا واد شد لعمك كرسي. كرسي شد لعمك كرسي. سيداتي انساتي سادتي، رواد يدعو صاحب السعد. انتهى المشهد الثاني من الروايه الفكاهيه الدنيا. استراحه قصيره تستمتعوا فيها بمطربكم المحبوب نعيم سكر واغنيه ما تستعجبش ما تستغربش. سهرة سعيده سهرة سعيده سهرة سعيده. شكرا يا استاذ مرضي. اتفضل يا فنان اتفضل. مزيكا. ما تستغربش
في بدايه احلى من كده؟ نفسي يا انور. في حد سأل عليا؟ سوق بيه. ومين كمان؟ فوق بيه. ومين كمان؟ روحوا بيه. كل دول مفيش ولا واحد فيهم مين هيبقى شايف الأخبار ولا ياخدني على ظهر الحصان ويطير بيا؟ يلا مش مهم. خليهم يكتبوا لي حلم حصل. عصير برتقال. جرسون عصير برتقال ومزاج دودو. دوريهم بقى. انتوا لي عسل. ممنوع. ليه بس يا بيه؟ سيبنا اخش استرزق. ممنوع التشرد. شوف انت شكلك يعني عميل، سيبنا اخش استرزق. ممنوع الدخول هنا للعائلات الكبيرة. يا بيه صاحب الليله، سيبنا اخش استرزق. ممنوع. يا بيه انا غلبانه. ما تقطعش قلبي. خلاص ادخلي بس بالنص. تصحى يا بيه. البريمو يا عسل. بص على جدع البريمو. اهلا اهلا فكرتنا عظيمه. نورت يا ابن صاحب السعاده والله يكرمك. نورت. اتفضلي يا هاني. جرسون. يا فندم يا سعاده البيه، واحد كرسي بالهاني. حاضر يا بيه حاضر. لا مؤاخذة يا ست هاني. ده خير. عمر يا ابو مين؟ انا ليس توتو. توتو. سوقوا بيه؟ لا. موحوا بيه؟ لا. فوحوا بيه؟ لا. اتفضل. توتو. مين يا دوحة؟ يا سلام يا ست حكمة يا سلام. ده انت امبارح ابدعت في رواية جحيم الحب. انا احترمت في الروايه دي. من الفكرة ده منطقة نفسي. يا مدامة مش عارفة مين دي. بحب أصحابي الممثلة. يا سلام عليك يا أستاذة بتاع الدراما صحيح. اشكرك. بس فين اللي يقدروا؟ الارتيست بره عايشين كويسين، واللي زي انا مش لاقيه تاكل. لو كنت في امريكا ولا اوروبا ما كانش ده بقى خالي. بلا امريكا بلا اوروبا، ما في شيء احسن من بلدي. صحيح دول كانوا يعملوا لي التماثيل، ومع ذلك امريكا مين واوروبا مين؟ هو في ارتيست في العالم تقدر تدعي على السلوك اللي انت صوتيه امبارح ده؟ طب والله العظيم يا ست حكمة ولا ليك عليا تلفان. انا شفت امبارح اتنين كانوا بيرقصوا في الارضيه بتاعت الجنوار من كتر الرقص. ولا فيش تقدير ولا تشجيع. تخيل صالات الرقص مليانه، ولكن مسارح روايات الدنماركيه فاضيه بتنش. ولا الاستاذ فتحي. يا ساتر يا ساتر يا رب، ايه العبقريه دي؟ حنظرته بايه؟ ظلط ما بينعرفش من كتر الزعيق. يا سلام على المشهد الاخراني يا سلام، ساعة ما دخلت عليه وانت نكشه شعرك وبتجعري وتقولي له ارجوك انت بس اليمين ارحمني، راح ساعدك سكينه في دمك وهو هايب في المسرح وطالع في الممثلين اللي حواليه. بقوا الناس الغلابه في الصاله دافعين فلوس وميتين من بعض. انا سامعهم بودني امبارح وهم خارجين من الفتره وبيقولوا ادي الخم ولا بلاش. وللاسف الحكومه ما بتساعدش. انت ما حققتيش تاخدي عنها من الحكومه ابدا. امال من مين؟ من الحكومه بتوع العيون. امال يا مدام انت صاحبه الفضل في كونك عميتي عين البلد من العيار. انت لو قفلت يوم يا مدام الحكومه مش هيلاقوا عيون يدوروها. مين يقرا مين يسمع؟ واحده كمان من النبي. يا سلام احلى من مقطعك صالح عبد الحي صحيح. اهلا اهلا يا ابو مين؟ اتفضل. تعرف يا دوحة أنا بقول ماشي
اتفضل. متشكر. تعالى يا جرسون. يا فندم يا سعاده البيه. ايه ده؟ هو في جرسون غيرك في الروايه دي ولا ايه؟ ايوه يا سعاده البيه، المخرج ما لقاش حد يوافق يعمل دور الجرسون ده غيري. قلنا نعمله. خلينا نخلص. قوموا يا سعاده البيه. طب بس كده بقى قول لي اغلى حاجه عندكم هنا ايه؟ السوكو بوكو يا بيه. السوكو. تمام. وبكام الصوت ده؟ ب2.5 الطبق يا بيه. بس ايه المحلات التعيين دي؟ امال بيقولوا عليكم اللي بيجي هنا بتنحيله هو يبقى ابوه ليه؟ ابدا يا بيه يا سلام، هو احنا وش ذلك؟ احنا عايزين اللي وش ذلك. امال هنوديها فين الفلوس اللي بتنتهي دي كلها؟ طيب روح انت دلوقتي يا ناس روح. حاضر يا بيه. حاجه تاني. اهلا اهلا مربي، اتفضل. ايه الشياكه والاناقه دي؟ سافرت يجي 63 سنه يا راجل. اهلا وسهلا، نور. سوسو هنا وصلت ومن في انتظار سعادتك يا مفيد. اتفضلي يا ستان والله زي ما انت عايزه. فاهمنا هنستلم 3 ايام مقدم. ايه منيح. ما يمكن انا ولا حاجه يا ستان. لا فكري يمكن انا. ايوه في شارع سليمان باشا. ايوه كنا بنظبط. قصدي بنفر الزفت هناك. سوسو مراد بيه بيسأل عليك. زعلان موت. ده انا نسيته. على اذنك انا راجعه لك حالا. اوعى تقوم، اوعى تمشي. لا اقوم ازاي وانت تيجي؟ انا مش همشي من هنا غير لما اشطب على المحل ده كله. ميمي. سوسو انا ازاي شفتك قبل كده في اكيد في شارع سليمان باشا. اتفضلي يا سلام، اتفضلي. قول لي يا منطقي. شنطفني. ايوه صح شنطفي. احنا باقي علينا قد ايه فلوس من غير صرف؟ ايه هلا بالله. باقي عليك بلا صرف 8000 جنيه واحدة. اعوذ بالله. ايه الفلوس دي؟ بتولد. المحلات حاجه نفسه ما اشتريتهاش. صدقني يا ست هاني، المانجا زمان كنت اشتريها. يا حرام. دلوقتي اقوم الصبح افطر على 120 منجايه. طب كويس. لا مش كويس، ما هو المصيبه ومن حظي الاسود انها رخصت كمان. البيمو يا هاني، البيمو يا بيه. تعالي حظك يا عروسه. تعالي يا بنت. نعم يا بيه. بكام ورقة الجريمة؟ بيرشفك بس يا بيه. ايه؟ كرش سهل. بيرشفك. تعالي يا بنتي تعالي. نعم يا بيه. بكام الدفتر ده كله؟ دفتر كله ايوه انا هشتريه كله. ب50 سنة يا بيه. شنطفلي اديها جنيه يا شنطفلي. يا حلاوة. يا نبي حلو. انت لسه هنا بتعملي ايه يا بنت؟ ببيع الحظ يا بيه. انت مش بعت لي معادي كله؟ صح، بعت كله. طب اسمع يا بيه، انا عارفه ارقص واغني واعمل حاجات كتير قوي. ما تكلمش معانا في التياترو يا بيه. ممنوع، هنا الارتيست بس هم اللي بيغنوا. ليه كده بس يا بيه؟ اديني فرصتي. ممنوع. خليها تورينا حاجه. ممنوع يا ابو البيه، الارتيست يزعلوا. شنطفلي اديله جنيه يا شنطفلي. سيداتي انساتي سادتي، نقدم لكم الموهبه التي لمعت في شوارع القاهره، بائعه اليانصيب في فتره جديده نتمنى ان تنال اعجابكم. مزيكا.
20 واحد. اتفضل. شكرا. انا بقول لك اكلت 6 مش 7. يا ستي والله العظيم انا فايق. يعني انا اللي مش فايقه يا قليل الادب. ايه يا حيوان؟ هي دي من الصنف اللي ذمته يقبل واحد تسليتك؟ دي اقل روايه بتصرف عليها 3000. ايوه انا فعلت 10 روايات من دول وتقول لي مش هعرف اصرفهم. اسمع يا جرسون، فندم يا سعاده البيه. حساب الست دي عندي. حاضر يا بيه. حاجه بيه. اجد عندك يا شنطوبي. ايه متأيد؟ اما شيء بارد يا حضرتك، من دعاك تقعد هنا؟ شيء عجيب. يا حضرة انت تعرفنا؟ احنا نعرفك. تدفع لنا بمناسبة ايه؟ مرافق حد يلاقي مغفل ويسيبه من ايده. يا حضرة اللي بتعمله ده مش كويس. مش عجيب بصحيح. اهلا وسهلا بيكم. منورين جد والله. كيف انا استاذ تدخل هون؟ مين يا شنطوبي؟ مين حضرتك؟ أنا محظوظ بالمليونير الكبير. المليونير الكبير ده مصدر مليونير. امال انا ابقى ايه؟ المدروس اللي قدامك ده يا عزيزي كان يحتكم في يوم من الأيام على 7 إمارات طاروا من إيده في الهواء وظرف 12 يوم بس. ضيعتهم ازاي؟ في عرضك قول لي. كنت بفطر سمين وأتغدى سمين وأتعشى كمان سمين. ايه ده؟ ضيعت 7 مرات عشان تفطر وتتغدى وتتعشى سمين. أيوه إنما يا خالد كنت بلعب حمار. عايز بيتك يتخرب؟ خراب مستعجل. مش هقول لك. يا اخويا الراجل الإخواني ده صوتك عليك وعلى اسكندريه. هتنزل من هنا خد حلقتين ساعه ستيف. هتلاقي الروليكو والمكرتع الروليكو والمكرتع الروليك فين؟ تحت مغفل. انا اللي كسبت. انا لعبتك يا ابني. مش مهم. المهم انك تخرج 12 يوم بس. هتكون خطأت. وساعتها هتيجي تطلب مني حق وفاء الارض وانا هديهوش. روح يا عزيزي. الله يخرب بيتك. اسمع يا شنطوبي، من بكره الصبح تحجز لنا قطر مخصوص على اسكندريه. لازم نروح البتاع اللي اسمها ستيف ستيفن. عيديني. لا 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 مستحيل يا ربي. انت تطلب مني المستحيل ده، مش ممكن ابدا. انا سيسيل صورة الشر. انا حذر من علياء سماوات فمي وانزل الى هذه القاذورات الحقيره. امبوسيبل. عمر يا جماعه ده الاستاذه بتضرب على دور من الادوار العظيمه. يا استاذه ارجوكي من اجل الفن الفن ويليكي الفن يستصرخ ابدا عبثا بلا طاق ولا تزحزح. اتكم يا فم يا مدام. عايزين الجنازه وتشبع فيها بط. داوود باشا صاحب كاتب الديك الذهبي اعلن عن افتتاح روايته الجديده اولاد الحرام. مؤكد سمع. وبعدين انت مش اول واحده تعمل كده يا مدام. امامك صفحات التاريخ. جوزيه الحسناء راحت بجمالها الى هرقل لانقاذ سبارتا. نعس الافاق باعت ضفايرها عشان تشفي ايوب. ومش التاريخ القديم بس والتاريخ المعاصر كمان. ولا مش واخده بالك عايزين ناكل عيش. وانتي انا شاهد فن التمثيل في الشر. ما تضحيش بنفسك عشان ترفعي رايه المسرح حاليا لانقاذ المسرح العربي. سامحني يا رب. وانت ايه اللي ما عندكش دم؟ يا جدع خليك كويس. ممنوع يا مبين الدخول بالملابس الرسميه. يا اخي انا سايب التاكسي دلوقتي وعايز اقابل سعاده البيت. ممنوع. ممنوع ايه؟ انا دلوقتي ممنوع. ممنوع ايه؟ انا ممنوع. ممنوع ايه؟ ايه؟ يا سعاده البيت بقى 9 سنين انا والتاكسي مستنظرين حضرتك. لا انا والتاكسي في البيت من هنا. ان شاء الله هيبقى 9 ساعات. انت مش سيد العداد والعداد بيدور. ودي تيجي يا سعاده البيت مش عيب. طب يا رب مين قال لك تقفل العداد؟ تقفل العداد ليه؟ اقفل العداد ليه؟ سبحان الله. بذمة
فنان جدا وقدر الفن قوي. طالما انت فنان اذا فانا باسم الفن بطلب منك تساعد فرقتي. بقالنا 3 ايام ما تعشناش. يتعشوا ويتغدوا كمان يا هاني. وتوقف المسرح على رجليه. على رجليه وايديه كمان. عاوزين كام؟ الروايه بتكلف 3000 جنيه بس. بسيطه، نعمل 10 روايات من دول. 10 روايات يا ربي؟ قريب عندك عشان تفلي. ايه متأيد؟ وتقول لي مش هعرف اصرفهم. كان يحيى افلاطون بيه منقذ المسرح العربي. يا جدع ابعد عن وشي يا جدع، انا هدخل اعلانات. ممنوع يا مبين دخول بالملابس الرسمية. ملابس رسمية ايه وكلام فاضي ايه؟ ممنوع يا مبين. ده ما ينفعش معاك القاضية. ايوه انا عايز القاضية. اتفضل يا مبين على الصوتية دي. الله بالحنان والمعنى دي كلها. يا عواد ايه ده؟ ايه الحلويات اللي بتشوف دول؟ اهلا يا عوف بيه. انا ايه يا شيخ دول؟ صدق قاعد بتمشي حدنا وسايبني هناك في المسمر. لا انا كنت جاي على طول. نوريني يا بنات. مساء الخير عليكم. نور يا باشا. انت ما بتردش المشا ليه؟ الضربه دي بجد ولا هزار؟ ايه بجد؟ كويس، اصل ما بحبش حد يهزر معايا. يلا بينا يا عوف بيه، زمان الفاميليا خالص. لا ما انا جبتهم معايا. جبتهم معايا. بنت اقول لك معلش في جوزك. هو ايه ده المجنون؟ بقول لك انا هدخل يعني هدخل. بقول لك انت عايز وش. اتفضلي يا هانم تقدري تدخلي، ما عنديش مانع. هو فين؟ الله مين بقى خالد الخروف اللي انت واقف معاها الجبهه الخضراء؟ هفهمك يا فندم بس هفهمك. لا هفهمك. ده عارف كتير. انت مين يا بابا سامعها؟ انت ايه ده يا شوكت؟ بلدي قوي. مش قوي يا حاج. كان وجع قلبك يا شيخ يا بقول لك انا هفهمك، تعالي بس تعالي على الطحينه هفهمك. كده يا ابني بعد الحب ده كله بتخوني. بعد الحرام قلبي معاك بقالي بتتجاه بتخوني انا. بس ودي بقول لك على الناس كلها. يا لهوي يا خرابي يا والله لو بتلاقيني وسكتي لكون رجعت تاني الايام اللي جايه فكر. ليه يا فتون؟ يعني مجنون. ما تسكتي بقى يا وليدي. يا اخويا انت خسران ايه؟ مليك في الدار زي اللي في النار. يعني عاوز ارجع للحاره تاني. انا مش صدقت ما كنتش اطلع لك يا فرنك. طبعا اصل ايه؟ الفلوس يا حاجه وصلتك انت ونكدت عليا انا. بس تعالى ودي افرج عليك الدنيا. يا لهوي الطحينه كلها حرام عليك الطحينه. لا واحد كده مالكش دعوه بيا. بحبك يا كل ياكش انا بس ضعيفه من ناحيتك. يا نهار اسود ومنيل. ايه يا ولاد يا جوزي؟ جوزي ايه وجوزي ايه؟ اللي اسمه 5000 جنيه. ضاعت. الحمد لله. ايه جوزت اختي. هتقوليني ليه يا ابني فلوس ليه وبتاعين؟ ما ضاعتش منها حاجه. دول 5000 جنيه. تلاقي يا حبيبتي ممكن اجيب لك اسمها احسن منها 100 برضه. خلاص يا حياتي. خلاص. اين عندك يا شنطتي؟ ايه متأيد؟ بتقول لي مش هعرف اصرفهم. سمع هو كل السنة كله شجع. طب انت كريم يا رب. سافر النبي يا اخوانا. ايه يا ابني حصل ايه؟ اتفضل يا ست هاني. الرؤية بتاع حضرتك. ايه يا وليه؟ وريني كده. لا دي مش بتاعتها، دي مش بتاعتها. لا بتاعتكم يا سعاده البيه. ده ظابط الحرامي بنفسي وهو خارج من باب البيت. وتصوتوا ليه يا مغفل؟ الحرامي ده مش مواطن صالح زي وزيك، مش من حقه ياكل ويعيش، ترجعني ورا 5000 جنيه ليه؟ لا يا بيه انا سواق بس اكلها بذمه ولا اعملش كده ابدا. ذمة؟ اشمعنى دلوقتي الذمة بقت نظيفة؟ زمان كنت ادور على الذمة ما الاقيهاش ابدا. يا الدنيا حاجات. يا بيه لينا الحلاوه يا بيه. ليه؟ يا ألف الحرام يا ألف الحرام مبروك. نفخت لفوق. ضربت، اوعى تكون نمرة فيهم كسبت. صدرة ولا نمرة ايه؟ دورك كله كسب البريمو يا بيه. برافو برافو. لا ده ما بديهاش بقى. الله
يا متوسط. مساء الخير يا متوسط. أفندم؟ مساء الخير يا متوسط. مساء الخير. ازاي يا فندم يا محترم واحد زيك توقف متوازين من غير سابق معرفة عشان يقول لها مساء الخير؟ بس انا اعرفك وانت كمان تعرفيني. ولو ده يخليك تيجي ورايا من القاهرة لاسكندرية عشان تقول لي بس مساء الخير؟ يا متوسط لقد عايز اخد رايك في موضوع مهم وعاجل. موضوع مهم؟ اتفضل لما نشوف اخرك. في الحقيقه انا عندي مشكله عويصه وعاوز اعرضها عليك. ما بعرفش ليه الستات بتبعد عني بالرغم من الشباب كان جدا ووسيم وانه كان ظريفه وصوت حلو في الغنى. يمكن السر اني ما بعرفش اتكلم مع الستات ويمكن لقد مثلا ايوه اهي لقد دي اللي مجنناني. لقد تفتكر لقد هي بتبعد عني الستات؟ اكيد. طب دليني علميني ارشديني. وانا مالي؟ انا ايه اللي دخلني في حكايه زي دي؟ يا ستي اعتبريني انسان محتاج مساعده. اعملي الخير وارمي في البحر. خير؟ طيب شوف، علشان تخلي الست تحبك وتحترمك انسى خالص انك غني. يا سيدي واعتبر نفسك فقير. اعتبرت واجتهد انك تكسب قلب الست برقه اخلاقك مش بكتر فلوسك. رقة اخلاقي. ايوه رقه اخلاقك، عشان الاغنياء اللي زيك بيفتكروا ان الفلوس كل شيء. انتم يا اغنياء تفهموا ازاي التاثير اللي بتعملوه في الست لما تقدموا لها عقده الماس، لكن للاسف ما تقدرش تفهم ان البوكيه ورد. بوكيه ورد. ايوه بوكيه ورد من المحور اللي في الجنينه ده، عارفه تقطفه وتقدمه بشكل حلو وذوق. يا متفصيل اشكرك على هذا الدرس اللي فيه. لقد انشرح صدري ولقد انفلت حياتي ولقد يكون الجو جميل. انا اسفه جدا، لازم انزل مصر حالا عشان اطمن عن اذنك. يا متفصيل ارجوك اديني فرصه اعبرك عن امتحاني واعزمك على واحد من منافع. حضرتك شكرتني بما فيه الكفايه. طيب الاوتوموبيل بتاعي واقف هناك انت مضلك ما تخافيش هتركب لوحدك. الشوفيره وصلك مطرح ما انت عايزه. ما دام بتتكلم بذوق خلاص انا موافقه. انا سعيد جدا اني قدرت ارضيكي واذا حبيتي خد الاوتوموبيل والشوفير كمان. مفيش فايده بوظت كل اللي فهمته لك. قول بورا يا متمثل يا متمثل ابوك يا متمثل. الأولى والثانية يا معدتي أنا استاذ من كتر الاكل اللي عمال تاكل من كتر الحشو اللي عمال تحشي في ملابسك اشكال والوان من اللي بتعمله في نفسك يا راجل. بقى في حد في الجو ياكل المسقعه بالجيلاتي؟ امال اسمها مسقعه ايه؟ يا معدتي انا طب يا اخويا الفلوس ولقيتها ببلاش، انما معدتك دي هنعمل فيها ايه؟ اسمع يا فضول، من هنا ورايح مفيش غير اكل الزبادي زي ما كان قايل لك الدكتور. معقول ده افطر واتغدى واتعشى زبادي برشيم سهل؟ طب والفلوس اللي مكتبه على قلبي دي اوديها فين؟ قطعك الفلوس وقطعك في منها. جابت لنا اكل المره اللي كانت معايا. دورها يا فضول خلينا نرجع للحاره تاني. يا سلام على الغار كنا لمة الحار. ايام ما كنا نتلم كلنا على طبليه واحده ناكل حاله المحشي ومعصر قرش. كانت تكفي العيله وعيله العيله. كان البيت حلو جنبنا مش بحيطان وعفش وباب. لما حد فينا كان بيعيا كانت طبطبه واحده كده تشفيه. كلمه طيبه هي اللي تداويه. كانت ايام كلها خير وبركه وحب عشان كان قلبنا على قلب بعض. انما من ساعه ما جت الفلوس وهي جابت لنا النكد والمرض والقرف. طورها يا فندم وخلينا نرجع لحاجه تاني. اسكتي بقى يا وليه سيبي الراجل يتهان سيبيه يتمازن قبل ما دماغه تنزل في التربه. الله عرفانك يا راجل يا شر كفايه ايه اللي بتقوله ده؟ يا اخويا بعد الشر عليك من كل رب. يا معدتي انا مش قادر اجمد يا فتون افتكر ايام الفول والبصاره والطعميه والبتنجان. طب تصدق دوم البتاع اللي اسمه الريتو ده انا كنت فاكره ده. ما تسمعش كلامه يا فضول، اسمع كلامي. نرجع للحاره تاني نسلم على الحاره وناس الحاره وعايز من الحاره. يا ولاد ايه اللي بتقوليه ده؟ مش قادر هموت يا ولاد. وماله لما تموت الموت يا جدعان هو احنا في الساعه لما جنازتك تطلع من البحر انا في مستشفى الجلسات وانت بهوان ودي كلها تراشيه. الله يخرب بيتك قوموني. امال فين العيال يا فله؟ موجود سنه بحريه ليه؟ العيال هو انا عندي يا اخويا ولا قعدت اتلم على العيال ابدا. البنت دلال ما بشوفش خلقتها خالص والواد بص ليل ونهار يا اخويا جاي على حل شعر بالعربيه. طب وعمر؟ قمر الله
يا حبيبتي يا بنتي، طب يلا بينا ندخل بقى المستشفى ونمرض الطبيب. انا معدتي هذا انت يا حضرتك، انت يا الافندي، انت يا صاحب النسران الكربان. انت ايه اللي جابك هنا عشان تفني؟ انا مش قايل لك ما تسيبش الكازينو لحد ما اجيلك. مأمور الاسم عاوز جنابه. يا لهوي مأمور الاسم عايزك فيا اللي حصل حاجه. يا ولاد ما نفهم ايه ماله عايزين مأمور؟ ايه بخصوص ابنك ميرسي، ماله مرسي عامل ايه؟ عمل حادث بالعربيه. يا لهوي ابني مرسي ماله. عمل حادث بالعربيه. ايوه يعني ماله. عمل حادث بالعربيه. يا ولاد قال لك عمل حادث بس، طب وبعد ما عمل حادث بالعربيه ايه اللي حصل؟ دعس واحده فرمها فشفشها وطلع تعويض. حلو، انا موت في التعويض، طب كام؟ 5000 جنيه و11. بتوع اللي هي عايزاه 5011 10011. لا ما هو طلع براءة في شهود مغفلين. ده انا بنفسي شاهد انه ده الست. يا لهوي ادي الفلوس وادي اللي عملته فينا. انا ماليش دعوه، انا لازم انزل مصر دلوقتي اطمن على ابني. ما دي هدايه وليه؟ مفيش خلاص اطمئنين على مرسي. تعالوا بقى نرجع الكازينو نلعب له 10 تاني. عشان ايه؟ بقول له لازم انزل مصر دلوقتي اطمن على ولادي، يعني لازم انزل مصر اطمن على ولادي. يا وليه ما قال لي خلاص بقى كويس، تعالوا ندخل المستشفى، انا مش قادر، انا معدتي ماشيه. لا ماشيه بقى. انا بقول لكم هننزل مصر دلوقتي، يعني هننزل مصر دلوقتي. خلاص يا افلاطون، بينا على مصر وناخدك برضه القصر العيني، وهتبقى خارجه ملوك متفهوات وتتشرف وتتراجيديا. يلا بينا على مصر. انا يجي عليا اليوم يدوني شربة عشان ابقى كويس، بس الحمد لله اني بقيت كويس. فرصه وانا قدام التياترو ادخل اتفرج على حكمه صبري، اكيد هي اللي هتمثلني الهم اللي انا فيه ده. لا يا حبيبي، انا خلاص مش قادر اتحمل اكتر من كده. تتحمل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انا بحبك وعايز اتجوز. ايه؟ بس انت فاجئتني. فاجئتك ولا في حد تاني في حياتك؟ اتكلم ما تكفيش. حد مين؟ الراجل ده اللي اسمه افلاطون. افلاطون؟ انت جننت؟ اكيد حصل في مخك حاجه. ليه؟ مش هو اللي بيثبت على الفرقه؟ ومؤكد كلنا هنكون تحت امر. لا اطمن، افلاطون ده مسخه بهلوان. انا حكمه صبري الممثله المشهوره، ابص انا ابص زي ده؟ لا ابص يا شوكه عباره عن زكيمه فلوس وبس، ولو معاه فلوس الدنيا عمري ما ابص له. ولكن اوعى تنسى انت اللي اتحايلت عليا علشان اقنعه يصرف على الفرقه. ده صحيح، لكن مركزنا المالي هو اللي دفعنا نعمل كده. خصوصا ان المسائل الثانيه ابتدت تاخد مننا الجمهور. وانا ما عنديش اعتراض يا شوكه، لكن ده مش معناه ابدا ان انا ابص بصرصار زي ده. حكمه شوكه
عشان نعطيك ده مش معقول. ايه الصورة السعيدة دي؟ أفضل بيه. وانت اهلا وسهلا. انت مش شايف الفقر اللي بعيد فيه؟ فقر. كل الغنى اللي انت فيه ده فقر. هنا خدت ايه هنا المكان اللي بعيد فيه؟ باكل زبادي كل يوم بتشيل ساكت. زمان تسلك ايدي من الاكل بدخل انام على الحصير ما اصحاش الا تاني يوم الصبح. النهارده منيمني على مسطره فرعون وما بشوفش النوم الا ساعتين ثلاثه. زمان كانت معدتي تهضم الزلط، النهارده مش قادر اطير ازازه الكازوزه. انا بلعب اليوم اللي شفت القران فيه. يا عمر ده هو حضرتك اللي عملت العضو وياه؟ يا بتفصيلة يا قمر. انت بقى صاحب الفكره العظيمه دي. هو انت تعرف تفاصيل قمر يا فاطمة بيه؟ معرفه بسيطه. قمر دي بنتي الكبيره. أبوكي لقد فوجئت. دي حاجة عجيبة عجيبة فعلا. عجيبه، لكن الحقيقه ان افلاطون ده مش ابويا. مش ابوكي؟ انت اتجننت يا بنت؟ تنكر ابوكي؟ انا ابويا افلاطون الراجل الطيب الغلبان اللي كان يشرب طول النهار والليل عشان يربي عياله من كبده وعرق جبينه. لكن اللي واقف قصادي ده افلاطون ده وفي فرق كبير قوي ما بينه وما بين ابويا اللي اعرفه. تقدر تقول لي يا حضرتك ان افلاطون ابويا؟ فعلا عندك حق. هو فين افلاطون؟ والدتي فين افلاطون؟ يا ترى انت فين يا افلاطون؟ انت فين يا افلاطون؟ شوف انت عملت ايه؟ أنا ما عملتش حاجة. أنا كان هدفي أحسن حياة أهلي. أنا انتشلت أبوك بالفقر. انت ضريته اذيته. انت ما عملتش العمل ده شفقه على ابوك. انت حبيت تعمل تجربه تضحى بيها وقتك وتسلي بيها روحك. انت من يوم ما انتشلت ابويا من الفقر نزعت منه قناعته وسعادته العائليه. من يوم ما انتشلت ابويا من الفقر وصحته راحت وامي متاكده ليل ولا نهار واخويا مرسي طايح بالعربيه في الشوارع وهيجي يوم حياته هتروح بسبب الاستهتار اللي هو فيه. وكل ده ليه؟ بسبب فلوسك. لو كان ابويا جاب الفلوس دي من تعبه وشقاه ما كانش حصل ده كله. أنا آسف يا أبو بسيط وأرجو إنك تسامحيني وأنا مستعد أصلح كل شيء. اولا تلغي الاتفاق اللي عملته ويا ابويا. ما عنديش مانع بس المشكلة اللي هو اللي متمسك بيه. قدامي يا مخصوص كده قدامي. خش يا سيدي ابوك فرحان قوي بشبابك. انا مسخره كلام فاضي. يا حرام لو كان ابوكي شايف كان داسي بطاطك جوه بول النار. ايه حصل؟ ليه في ايه؟ نعم يا رهابة. وانت كمان لسه التعامل اللي بتقول عليه تعالى وقامله. تعالي هنا. مين البتاع ده؟ مين ده يا قمر؟ لا يكونش ده فايز المجنون. اسمه ايه؟ الواد ده لازم يتدبح هنا. ما بلاش انت وحياة امك. انت اهو انت بتكمل الدنيا بتاعت أنا مش بتاع. يخرب بيتكم. معلمي معلمي معلمي. هيدا بتاع. امال ايه؟ هيدا ابو حرب الذهب. الراجل اللي بيعطيكم المصاري بيعطيكم الفلوس قبل ما تصرفوها وتبعتروها، واذا ما بيسحبها بتعودوا تاني شحاتين. اخلص بقول لك ما تتكلمش خالص. انا مسخره وكلام فاضي. يلا بينا فل على الحار. يلا يا اخويا يلا يا لا عيال. لا 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 لا. ما ينفعش يا شرطوف التاني بالعيلة تكون عندي بالشكل ده. عيلتك يعني ايه يا جدعان؟ أنا بعرض عليك فكرة يا قمر. ايه ده؟ يعني ايه؟ مش عارف. يعني جواز قمر تتجوزني وتطلب إيدي. جواز كده مرة واحدة؟ فين ابوك امك اختك اخوك خالك عمك خالتك عمتك ستك؟ ليه يا بابا كل دول؟ أنا هتجوز لوحدي. انا قصدي يا جدع انت يعني اصلك ايه وفصلك ايه؟ أنا ده ايه هيدا ابو حرب الذهب. شي حايفي ما عايفي بيمتلك 80 مليون دولار. طز الجواز برضه له اصول. ايوه بالاصول يا ابوها يا بتاع بالاصول. افلاطون اوعى تفتكر انك تقدر تضحك على بنتي زي ما ضحكت عليا قبل كده. دي البنت الوحيده اللي طلعت عقل فيهم. بنت افلاطون افندي بتاع زمان، مش افلاطون بيه اللي بتجيبكم فلوسك. لو كنت بتحبها بصحيح وعايز تتجوزها تاخد عربيتك وتطلع على ضرب عبدوها. صحيح مش هتقدر تدخل هناك بالعربيه لان الحاره ضيقه والعربيه كبيره، بس مش مهم. المهم انك هتلاقي هناك حاجات اهم بكتير من الفلوس. هتلاقي بيئه الامانه وقهوه الانشراح
هتلاقي ناس ولاد بلد جدعان وطيبين، هتخش وتطلع على السلالم وتخبط على الباب، هيفتح لك افلاطون افندي بتاع زمان، تقول له يا افلاطون افندي انا طالب بيك بنتك للجواز. ساعتها يا افلاطون افندي انا طالب بنتك للجواز. والله يا ابني الموضوع ده مش بتاعي. امال بتاع مين؟ بتاع الله. هي اللي جابت حياتي. ده يا ابويا احسك في الدنيا ولا حبيبتي. يا طنط نعم يا عملت. لقد اطلب بنتك للجواز. لقد اذا قبل خلاص مسألة هي، مسألة بنتك يا فندم. حاضر عيني تعالي يا حبيبتي تربيتي. قولي لي ها موافقه؟ يا ماما لقد أنا كده بنت. انت ايه يا اخويا؟ لقد كنا نايمين على ودانا، زغراني يا فندم. دلوقتي بص انا بقول لك لقد حكيت لك الدنيا. ونلاقي معنى السعادة قول لي يا
بنستأذن سيادة اللواء أشرف نصار ومدام ياسمين والاستاذ محمد شباكي ولجنة تحكيم في صورة كابتن يحيى السيد في صورة مع الدكتور أحمد رمضان اتفضل أستاذ محمد سامي كمان دكتور أحمد البرداش اتفضل ضيوفنا الأعزاء شرفتونا يا رب نكون